السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده راجع لكم فيديو جديد زي ما انتم شايفين كده. ده الناجتس بس بطريقتي انا بقى. ناجتس. شايفينه عملته ازاي؟ هقول لكم انا عملته ازاي. تعالوا معايا هنا كده. دي كده بعد ما اتعملت وخلصت خالص على الآلية. هنا بقى عندي هنا، شايفين اهو. انا جبت بانيه متقطع قطع، مش فارقه، المهم ان هو مخلي زي ما يعني فراخ مخليه، وفرمتها عندي في الكبه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. حطيت عليها بقى ايه؟ حطيت بصل بودر، توم بودر، ملح وفلفل اسود وبابريكا وخلطه الهمبرجر، بتديها طعم وريحه توديكم في حته تانية خالص زي ما انتوا شايفين كده. وبنيجي هنا بعوز ايدي شويه زيت، وباخد القطعه كده زي ما انتوا شايفين اهو، اهي. بصوا اهي، اسمعوا الطريقه اهي يا حبايبي. انا باخد القطعه زي ما انتوا شايفينها كده اهي اهي، وبشكلها على ايديا بقى نفس المنظر ده كده. بصوا، ما بتاخدش اي مجهود ولا اي حاجه خالص اهي. هعمل واحده تانية قصادكم. بعوز ايدي زيت او حبه ميه صغيرين مش فارقه، وتاخدي القطعه اهي زي ما انتوا شايفينها كده، وبعملها كده اهو اهي. تاني حبه زيت او ميه زي ما قلت لكم اهو. بتتشكل بالطريقه دي، ما فيهاش اي مجهود ولا اي حاجه خالص اهي. نسيت اقول لكم، انا كسره هنا بضايه، يعني مع التوابل اللي قلت لكم عليها. عيد لكم التوابل تاني اهي يا حبايبي زي ما قلت لكم كده اهو. وهقول لكم تاني التوابل ايه اللي انا حطيتها، وبرده هسيب لكم الطريقه والمواصفات كلها بتاعتها في صندوق الوصف اهي. خلاص كده. ولازم ابقى فرشه كيس كده عشان هسيبها ترتاح شويه قبل ما اقليها، ماشي؟ نسيبها ترتاح. عايزين تخلوها بقى في التلاجة ترتاح، عايزين تعملوها. انا بصراحه والله انا عملتها كذا مره، مره ريحتها ومره قليت على طول، هي نفس النتيجه. بس برضو دي عامله زي اي عجينه، زي عجينه الدقيق دي، لازم برضو تاخد راحتها عشان تديكي نفشه كده وقرمشه. خلاص زي ما قلت لكم. وممكن تحتفظوا بيها في التلاجة وتطلعوها في الفريزر، وتطلعوها تعملوها في اي وقت وهي متلجة عادي من غير ما اهي. والله بصوا، ما بتاخدش اي مجهود خالص، وشكلها جميل وتحفة، واحلى ما بنشتريها من بره. بس وتيجوا بقى معايا واحنا بنقليها في الزيت، وتشوفوني وانا بقليها هقليها ازاي. مش محتاجة اي مجهود. انا قلت لكم ان انا حاطه فيها بضايه. انا مش هعمل بقى ايه بيت تاني ولا حاجة خالص. هي بالمنظر اللي انتوا شايفينها ده كده اهو. هعوزها بقسماط او البقسماط المقرمش، ده بيتباع عند اي عطار. بس انا بصراحه يعني اللي موجود عندي النهارده وهقلي بيه البقسماط العادي، وهوريكم برضو بحط عليه توابل ايه. تعالوا بقى معايا واحنا بنقليها ونشوف هتطلع منظرها عامل ازاي. انا كده لا ريحت ولا عملت كده، هقلي معاكم على طول. انتوا بقى اللي عايزينها تشيلوها في الفريزر وتطلعوها زي ما قلت لكم في اي وقت تقلوها براحتكم خالص. وممكن نقلي دلوقتي لو احنا مستعجلين، وممكن تستاب شويه لو انت في ايدك حاجه تانية وعايزه تعمليها. يلا تعالوا مع بعض كده اهو. انا مولعه على الزيت. انا عايزاه يبقى سخن، مش عايزاه بارد اهو. تعالوا معايا بقى نحطه على الزيت. بصوا انا عايزه الزيت سخن كده. بصوا بصوا يا حبايبي اهي اهي. بصوا اهي. هطلع كده كده خلاص اتعملت. هطلعها بقى على ورق المطبخ.
اطلعها واحطها وبعدين اقدمها لكم وتشوفوني وانا بقدمها. بصوا عامله ازاي، عشان انا قايله لكم ان انا حاطه جوه بيضايه، ما حطيتش بيض تاني خالص. شايفين منظرها عامل ازاي؟ هقطع واحده كده واوريها لكم شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا يا حبايبي، بصوا شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا خلاص كده يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين. ده غدانا النهارده. انا كنت عامله تورلي وكنت عاملاه قبل كده معاكم في القناه، اللي هو بطاطس الخضار، بطاطس، كوسه، بسله، جزر، كل حاجه من البيت. انت كنت مخزناها برده معاكم، يعني ما جبتش حاجه من بره. ورز بشعريه وهو الناجس بعد ما خلصته خالص. شايفين منظره عامل ازاي؟ جربوها مش هتندموا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.